انا دايما كل ما اكون في اجتماع او في وسط ناس وابقى عاوز اطرح افكاري واتكلم واكون على صح، بس اول لما اجي اتكلم احس ان لساني وقف، بفكر، خايف اغلط، دايما خايف اغلط. ده كان سؤال احد المتابعين لينا، ان هو دايما عنده مشكلة في نقطة انه خايف دايما يغلط في كل حاجة، خايف يقول رأيه فيغلط، دايما مهتم جدا بآراء الناس. النهاردة في الفيديو ده انا جاي اساعدك بالحل. بص يا صديقي، عشان تقدر تتخلص من المشكلة دي هي لازم ان انت تبدأ تقنع نفسك ان انت صح. جرب. عارف انت لما تيجي تفكر لو انا هتكلم وقبل ما لسانك ينطق في حوالي كام ثانية كده، هم دول اللي انت بتفكر فيهم انك تتراجع وما تتكلمش. ما تديش فرصة دول للكام ثانية. اول لما تيجي الفكرة في دماغك قولها مرة واحدة. عارف انت كده مثلا زي الشخص اللي يكون بيحب حد وكل ما يقول انا هقول له بحبه وبعدها يرجع في كلامه، طب اقول او ما اقولش، مرة واحدة تلاقي له بحبه، خلاص انا اتحطيت في الموضوع. كأنك مثلا كده عايز تنزل المية في البحر بس المية ساقعة، فتفضل تحط رجلك وترجعها علشان بترتاح مرة واحدة ان انت تنط في المية. خلاص انا هنط مرة واحدة واحط نفسي في الموضوع. اعمل كده، اعمل صدمة مرة واحدة، الفكرة تيجي في بالك قولها على طول من غير تفكير. مرة في مرة هيبدأ الموضوع يتحسن معاك. من وسط كل 10 مواقف مثلا هتنفع معاك مرتين 3، بعديها 4 5، هتلاقي نفسك الموضوع بدأ يتطور. وده اللي احنا عاوزينه، ان انت تبدأ تعلي ثقتك في نفسك، وهتبدأ تفهم ان انا لو غلطت الناس دي مش هتعلق لي المشنقة، الناس دي مش مثلا هتقوم تبهدلني او تقول عليا ما فهمش، بالعكس في ناس منهم هتشرح لي وتوضح لي وجهة نظري، وفي ناس منهم هتسقف لي لو كلامي صح. فدايما اتعامل بنفس الاسلوب، ان انت اول لما تبقى تيجي في بالك فكرة انت عايز تقولها وخايف ان انت تقولها علشان قلقان من كلامهم او انك تغلط، قولها مرة واحدة من غير ما تفكر وخلاص. مجرد ان انت طرحتها هم بقى هيبدأوا يسألوك عن تفاصيل فيها، فهتلاقي نفسك بدأت تتكلم، وده هيساعدك جدا انك تبدأ تعلي ثقتك في نفسك تاني. ده كان سؤال احد المتابعين. يا ريت لو حد عنده اي سؤال او موضوع ممكن نتكلم عنه ممكن يكتبه لي في الكومنت او يراسلني على رسائل الصفحة. هنا في مساحة نفسية بنقدم محتوى نفسي وبنساعدك تطور من صحتك النفسية وتحسن علاقتك بنفسك قبل الآخرين. فلازم تعمل فولو للصفحة دي لو انت مهتم بمجال الصحة النفسية والكوتشنج. وما تنساش دايما في مساحة نفسية بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.